عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد. كيف دايرين مع هذا رمضان؟ شهر التوبة والغفران، ولكن اليوتيوب ولا ما زال. هاد الفيديو الإخوان غادي تعذروني إلا قلت شي كلام وما عجبكمش، ولكن أنا تعمدت وقصدت باش غادي نتكلم في هذا الموضوع هذا، باش تعرفوا ملي تنتكلم أنا على هذيك الأسرة راه ما تنتعداش عليهم وما تنظلمهمش، لأن أنتم شفتوا دابا بداو تيتعراو وبداو تيفضحوا بعضياتهم. أول حاجة غادي نتكلم على الفيديو دابا اللي ناض عليه هاد الضجة هادي، وغنتكلم واحد العدد كتير ديال النقاط. المهم تبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر. أنا تصنت لهاديك الأخت هاديك ديال مكناس اللي خرجت تقول بأن ما قصدت شي حاجة أو ما كانش تقصد الدرية، بالعكس شفت لقطات ديالها، يعني مقاطع ديال الفيديو ديالها من جوج ديال القنوات تتكلم نيت على الدرية وتتهدد الدرية وتتقصد بأن كاينة شي حاجة تما، وباش تبتات داكشي يعني بالوقت اللي بغات تدافع على راسها تامات أو تكلمات بأن فاطمة الزهراء هي اللي تتفيلمي. هنا سمعنا بأنه داتهم الأوسمة ومشات هي كما قالت هي لدار باها أو دارهم، وهما خلاتهم في لوطيل. يعني لو وقعت شي حاجة في لوطيل شكون المسؤول؟ شكون اللي مسؤول عليهم؟ دريات باقين قاصرات، درية صغيرة عندها 14 ولا 15 عام، الكبيرة الله كملات 18 يعني خصها تكمل 19 باش تولي يعني كاملة مكمولة. شكون المسؤول عليهم؟ هو السريعة. خلاتهم في لوطيل ومشات، وعلى ما سمعت أنا وصات الأخت ديالها قالت لها أنت غتردي بالك لختك، حاولي إلا شتي شي حاجة ماشي عادية صوري. وفعلا هاد الكلام أنا باش زكيتو لأن شفت الفيديو الأخر دابا ديال يسرى هو اللي غنتكلم عليه، هو اللي فيه شي نقاط اللي غنتكلم عليهم. تتقول فعلا بأن دائما تتوسخ لها الصورة ديالها مع أختها، تبين لها بأنها زعما راه فاسدة وبأن مخلقاش وبأن يعني تتحاول ما أمكن توسخ لها الصورة ديالها. يمكن هاد النقطة هي اللي استغلت هي، قالت لها المهم أنت أختك أنا خليتها أمانة عندك، تردي لها البال إلا دارت شي حاجة قولي لي. ويمكن والله أعلم الدرية طايشة، يعني كما قالت هي ملي شدات الشيشة قالت لك أنا كنت طايشة، وفعلا تقدر تكون يعني مشات للبار شربات أو شي حاجة. الدريرية تعرف باقا صغيرة يعني يقدر يلعب عليها الشراب، يمكن ضحك على شي واحد في هذيك الليلة. هادشي إلا ما كانش محرش من الجهة ديال السريعة والدرية تتفيلمي، واش كانت شي حاجة هي هاديك أو ما كانش، العلم لله. المهم هذا هو التفسير اللي سمعناه من بعض الإخوان، ولكن اللي بغيت نركز عليه هو أن هاد الأخت هادي فعلا الكلام اللي كانت تقول كانت تتقصد بأن كاينة شي حاجة مسجلة، وهذاك الشيء اللي قالت هي يعني غتكون السريعة اللي قالته لها، لأن دابا تيهددوا هما في يسرى بهذه الطريقة هذه. المهم هذه نقطة تكلمت عليها أنا وتكلموا على بعض الإخوان. هنا غادي نرجع لكم لبوكريشة، وسيروا معايا دابا دقة دقة، دوقة دوقة، زنقة زنقة. بلا شك الإخوان راكم كنتو سمعتوا الوقت اللي كان خرج زروالي مع ديك الأخت أم الأيتام فاش كان تيتحرش بها، وقال بأنه راه غريزة عندنا هادي وشي كلام كان تيقول فيها يعني ديال شي واحد مكبوت جا للدار جا هادي. هادي نقطة. كنا سمعنا بأن سعاد مراتو الأولى قالت ليك هذا مكبوت تيكون تيتفرج بدوك الأفلام الإباحية ديال القصيرين والقصيرات. هذا سعاد هي شهدت بها هاد الشهادة هادي. كانوا شي مقاطع كانوا تلاحوا ديالو ديال شي لقطات يعني تيتفرج بشي حاجة ماشي هي هاديك وعينيه خارجة وفمو محلول بحال البهلول، إنسان مكبوت. علاش قلت هاد الكلام؟ يعني غنرجع لكم الكلام اللي سمعت اليوم قالتو بنتو، هي اللي قالت هاد الكلام.
قالت لك هزات البورطابل ديال باها، بقات تتقلب فيه، واذا بها تتلقى شي صور مخله للادب ما فيها ما يتشاف. ديال من هاد الصور ديال السريعه، يعني ديك المده اللي كانت على اتصال به باش يعني طيحوا في الشبكه، كانت تصيفط ليه صور ديالها، هادشي بالكلام ديال بنتو، يعني عريانه او يعني المهم تتصيفط ليه شي مناطق ما هو مكبوت. يعني هذه النقطه على صيداتو، وهادشي كله كنا تنتكلموا عليه، تنقولوا كيفاش هاد المراه هادي تتقول لك بان مخلقه متربيه، وتتكلم على الروزينو ديالها، تتكلم عن الناس، تتكلم وهو خرج تا هو تيقول جبتها من الحرام الى الحلال. اذا هو عارفه اش من نوع، كانت بيعها الحما رخيص. هذه النقطه باش كسبات بوكريشه، لان تقريبا شحال دوزت معاه دابا، يعني كانت تدخل عنده دابا، كانت فان ديالو تدخل عنده الواتساب وتتبقى تتكلمي. اذا كانت تصيفط ليه الصور ديالها عريانه، ماشي كلامي. انا كما تنقول لكم الخوت، انا دائما ملي تنجيب لكم شي كلام اللي كاين، اللي تسمع او اللي تشاف. هذا اعتراف من بنته، قالت لك بانها كان عزيز على الفضول، تتهز الهاتف ديال بوكريشه وتبقى تقلب فيه، تبقى تقرا. كانوا هذيك الساعه تيدخلوا عنده نساء تيبقاو يصيفطوا ليه تيهضر معاهم. وهذا الشيء هذا راه تا السريعه شهدت به. الوقت اللي تهماتو ام الايتام، السريعه خرج قالت لك فعلا كاين، انا اللي كنت ندخل ونشوف يعني عارفه عنده هذا الاسلوب. كان تيتصل بنساء وتيبدا يتغازل معاهم، وراكم كيما عارفين كاين اللي تيبدا يوريو المسائل ديالهم. هذه وحده منهم. انا ماشي جبت شي حاجه من راسي باش نقول هذا الانسان باغي يتهمها ولا يتعدى عليها. علاش قلت لكم في الاول سمحوا لي راه نقول شي كلام، علاش باغي نوصل هذا الكلام هذا؟ باش نثبت لكم بانني انا راه ملي تنتكلم على هذه المراه راه ما تنظلمهاش، لان داكشي اللي تدير راه ماشي عادي. راه ما يمكنش لشي مراه تكون مأصله وتكون مجوجه، يعني زواج ديال المعقول، وتصرف بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه، وتبدا تتكلم على الروزينو ديالها، تتكلم على النعاس، على الشارجور، على النقاوه، على اذا هادشي مولفاه لبوكريشه. علاش بوكريشه ما كانش تيخرج يعارض هادشي هذا؟ يعني راه كان يشوف الفيديوهات ديالها، تيشوف اللايفات ديالها، تيسمع كلامها. علاش ما كانش تيخرج؟ لان عارفه شكون هي ومنين جات وعلاش جات. كما تيقولوا طاح الحك ولقى غطاه، الراجل مكبوت. كما شفتوا كانت سعاد، هذا بالاعتراف تاني ديال بنته، قالت لك ما كانتش مهليه في باها، كانت تجي ما كانت لا تتحلق ليه لا والو، تجي تمشي تمارات تمشي تنعس. هو تشكى على بنته بانه ناقص بزاقلو. يعني الراجل ملي تلقاه كان تيبرد الغريزه ديالو، عرف بداكشي ديال الواتساب ويبدا يتصل بالنساء ويبدا هنا طاحت عليه السريعه، طاحت ليه على الدبره. يعني الراجل داتو كله، ولا تتوري دوك المناطق ديالها، ولا العلم ولله هذا كلام ديال البنت. انا علاش نقول الخوت هذا الكلام؟ باش تعرفوا بان هاد الاسره كلهم بحال بحال. دابا هنا يسرى اش تتقول داكشي اللي شافات استغربات، وداكشي وراتو لختها وجدها. قال لك هما بثلاثه اللي عارفين هادشي، وبثلاثه هما اللي شافوا دوك التصاور. اذا هادو ضحكوا على باهم تا هما، يعني ملي عارفين هذيك يعني تتبيع الحما رخيص، علاش خلاو الاب ديالهم يتزوج بها؟ حتى الام تا هي علاش خلات ولدها يتزوج بها؟ وعلاش كانت تتنافق وتخرج بدات تكذب على عباد الله بان المراه معقوله، المراه هذه، المراه داخله سوق راسها، المراه بنت الاصل، بنت. ولكن كما قلت لكم ما خفي كان اعظم، لان سعاد او السريعه
هي اللي حفرات وهي اللي هبشات كيما تيقولوا باش تجبد حنش. مازال غتسمعوا اكثر من هادشي. راه قالتها لها الدريه يسرى، مازال تخرج البنت هذه اللي تهموها بانها هي اللي صورت الاخت ديالها، ومازال تخرج للجده حتى هي لانها تيها ولات مجبوده في هذا الموضوع هذا وتحطت فوق الشوايه. سمعوا الخوت، انا راه اضطريت نقول لكم هذا الكلام. علاش؟ باش تعرفوا راه ملي تنتكلموا على هذا النوع ديال البشر راه ما تنتعداوش، ما تنظلموش، لان هذا النوع اللي باع راسو رخيص تيشرفناش. وهادو اللي تيدافعوا عليها الا ما كانوا سامعين هادشي يلوم يسمعوه من عند البنت ويعرفوا راسهم بانهم تيدافعوا على المنكر وتيدافعوا على واحد المراه اللي ما تتشرفش المراه المغربيه، تيدافعوا على واحد المراه اللي ما تتشرفش الضرات، تيدافعوا على واحد المراه اللي شوهات بالمراه الحسيميه. اش غنقول لكم الخوت؟ انا تكلمت في هذا الموضوع هذا علاش؟ باش تفيقوا شويه من القلبه اللي تيدعموها، اللي تيشجعوها، اللي تيدافعوا عليها، اللي تيقولوا بانها مظلومه. هاد المراه راه الماضي ديالها كما تيقول بعض الاخوان والاخوات ديالها، الماضي ديالها ما تيشرفش. المراه اللي تبدا تعرى وتصيفط التصاور ديالها الواحد وهي باقا ما مزوجاش بها، راه قالتها البنت، قالت لك تتصيفط لواحد فاس قبل ما دير معاه الكاط، يعني تتكلم على الاب ديالها. دخلوا الفيديو ديالها وعاد تقولوا الحداوي راه ماشي داوي خاوي. انا شفت لكم شي مقيطات باش تفيقوا شويه من القلبه، باش ما تقولوش هذا الانسان راه ظالم ولا متعدي. انا اول ما شفت هذيك المراه والله ما ارتحيت لها، وباش تاكدوا كلامي عودوا شوفوا لها في العينين ديالها، ما ترتاحوش، ما عندهاش ديك الانوثه في العينين ديالها، تحس بها مراه. لاحظوا عينها تتغمز، فما توتي يدير شي حركات، شتوها فاش قلشت رجليها وبينت داك الرجلين ديالها بالشبكه، شتوها واحد المره بينت الفخذ ديالها. هادشي راه قليل. اما داكشي اللي قالت على الروزينو وعلى النعاس راه قال لك الباب تيطرفها من عنوانه، الا بانت المعنى لا فايده في التكرار. المهم الاخوان ديالي هذا هو الموضوع ديالي، وصلت لكم هاد النقيطات باش اللي ما عارفش شكون هي روزينو ها هي اليوم يسرى حطاتها لكم فوق الشوايه، على اللي ما بغاش يطيق واللي ما بغاش يعيق. ونودعكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.